عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين. أحب أرحب بكل متابعيني من مصر ومن خارج مصر ومن كل الدول العربية. جبتلكوا 10 كيلو توم. النهاردة إن شاء الله هفرز لكم التوم على أصوله بأسهل الطرق، ب3 طرق سهلة وبسيطة خالص ينفعكم من السنة للسنة. لو عجبتكم الطريقة امشوا عليها. هنفرزهم كلهم، وما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. التوم هيقعد عندك من السنة للسنة ولا هيفضى ولا أي حاجة. دول 10 كيلو توم. أول حاجة فصلت الراس كده عن العرش بتاعها، وبعد كده هقطع الجزء دوت. عملوا معايا كمية حلوة، مالي طبقين كبار. هناخد الجزء دوت 20 سنتي، هنفصله عن الراس. بقيوا دول بس. شلت العنق، شلت أول قشرة. هما دول التومات بس اللي احنا طلعنا بيهم من 10 كيلو. هنقطعهم دلوقتي. نمسك الراس هنقطعها على 4. ايه رأيكم في التوم بتاعي؟ هما دول كلهم 10 كيلو. هنفرمهم دلوقتي في الكبة. ايه رأيكم في التوم بتاعي؟ هخلص كل الكمية دي وارجع لكم تاني. ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. ايه رأيكم 10 كيلو توم عملوا لي الكمية الحلوة دي؟ وبعد ما فرمت التوم في الكبة كويس قسمتهم نصين، وهحط على 10 كيلو توم معلقتين ملح و4 معالق زيت. وهقلبهم كويس. دلوقتي هعبيهم في اكياس تلاجة بدل ما لسه هتقشري. وفرنا وقت ومجهود. بقي سهل، وفي اي وقت تطلعي من الفريزر وتقطعي حتة وتاخديها وتعملي التومة بتاعتك للملوخية. تعملي اي حاجة بالتوم. ما كملتش 5 دقايق. ايه رأيكم في التوم المفرز بتاعي؟ ايه رأيكم في التوم المفرز بتاعي؟ 10 كيلو توم عملوا لي 7 اكياس مليانين. ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. وهنشتغل في العروش. هاخد اول شبر كده وهقطع بالسكينة. هقشرهم. لو انا عايزة اعمل توم باودر هفكك الحتة دي، الجزء دوت هيبقوا شرايط بتنشفيهم في البلكونة، يا اما على السطح يا اما تحطيهم في الفرن. فرن مسخناه قبل كده وتحطيهم فيه. بعد ما ينشفوا تضربيهم في المطحنة بتاعة الخلاط وهيبقوا توم باودر. العروش اللي فاضلة ديت هنفككها، هتبقى شرايط. هنحطها في الفرن الدافي وبعد كده هنطحنها في الكبة تبقى توم باودر. هفردهم على صاج وهدخلهم الفرن دلوقتي. هسيبهم ينشفوا على السخونة بتاعة الفرن بس. انا قافلاه. لو وصلتوا لغاية الجزء ده من الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. وقولولي في التعليقات ايه رأيكم في التفريزات بتاعة التوم بتاعتي. هطحنهم في الخلاط وهيبقوا توم باودر. ممكن نعمل دقة، وبعد ما خرطناهم كده هنضربهم في الكبة. هضيف لهم برضو رشة زيت ورشة ملح صغيرة. ممكن كمان نقطع عليهم قرن فلفل حامي واضربهم ضربة كويسة. ايه رأيكم؟ بقى عندي دلوقتي دقة جاهزة للطعمية، للسمك، لأي حاجة.
في ثواني. ممكن كمان تغمزي بيها تفتح النفس وتحطي عليها شوية خل. واللي ما عندوش كبة ممكن كمان يستخدم الهون، وممكن كمان يستخدم الخلاط، بس هيزود كمية الزيت شوية في الخلاط. ايه رأيكم في التوم بتاعي بعد ما اتطحن؟ هفرزه، هتبقى احلى تفريزات للتوم. ما كملناش 10 دقايق. ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.